مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. معلش طبعا خدنا إجازة أسبوع، ولكن رجعنا علشان نتكلم في موضوع مهم جدا. طبعا الأهلي والزمالك وبيراميدز فازوا في مبارياتهم في بطولات إفريقيا، وبيراميدز طبعا كسب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان. يعني في انتصارات بالنسبة للأندية المصرية كبيرة، ولكن أنا النهاردة عايز أتكلم على موضوع مهم اتكلمت فيه بعد خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم، خروج المهين اللي كان على ايدين أسامة نبيه، واتكلمت على هاني أبو ريدة، وكان في ردود فعل طبعا بالنسبة للفيديو اللي عملته على هاني أبو ريدة. والكلام اللي أنا قلته في الفيديو واتكلمت فيه وعملت مقارنة ما بين الكرة المصرية والكرة المغربية الفترة اللي فاتت، والفشل اللي فيه الكرة المصرية، والنجاح ويعني الإبهار اللي فيه الكرة المغربية بتوصل للمنصات العالمية بسبب التخطيط السليم للكرة المغربية. فأنا النهاردة بصراحة يعني مش عايز أتكلم في أخبار، مش عايز أتكلم في تحليل مباريات، عايز اتكلم في الفشله او الناس اللي بتدير الكره المصريه بطريقه فاشله، الناس اللي بتتحكم في الكره المصريه وموديه الكره المصريه في داهيه. حرام ان احنا نشوف المنتخب المصري كل طموحه، او اتحاد الكوره مخلي طموح منتخب مصر ان هو يخش الدور قبل النهائي في كاس افريقيا. وعندك المغرب اللي هي تاريخها الكروي اقل من تاريخ منتخب مصر خصوصا في بطولات افريقيا، آه، ان هي بتخش الدور قبل النهائي في كاس العالم الكبار، وبتبقى من الأربعة الأوائل. وبالنسبة لمنتخب الشباب بتحقق كأس العالم طبعا امبارح في أكبر إنجاز عربي وإفريقي، وقول زي ما تقول. يعني المغرب بصراحة بتشرف الوطن العربي وقارة أفريقيا في المحافل الدولية حاليا، وكل ده في فترة زمنية قليلة. وهل الموضوع ده جاي من فراغ؟ وهل الفشل اللي فيه الكرة المصرية ده جاي من فراغ؟ أنا قلت الحلقة اللي فاتت إن هاني أبو ريدة من ساعة ما حل على الكرة المصرية والخراب بدأ في الكرة المصرية، والكرة المصرية مش بتحقق أي نتائج. والراجل ده طول ما هو موجود منتخب مصر مش هيتقدم ومش هيحصل أي تطوير في الكرة المصرية. ولكن مش هو المسؤول لوحده، ما هو برضو دي منظومة، يعني المنظومة الرياضية دي بتبقى ليها ناس كتيرة مشتركة في الإدارة بتاعتها، منهم طبعا وزير الشباب والرياضة برضو اللي مسؤول عن الرياضة المصرية. بنشوف فشل في الأولمبيات، بنشوف فشل في المنتخبات المصرية على كل الأصعدة، باستثناء منتخب اليد اللي كان فيه عشان اتحاد الكرة اليد من زمان حاطط اسس، ومن ساعه حسن مصطفى لما نظم اتحاد الكره لكره اليد. وكره اليد عشان تعرف الفرق ما بين كره اليد وكره القدم او اي لعبه تانية، شوف الفرق. كره اليد دايما موجوده في المحافل الدوليه، ودايما ضمن الثمانيه الكبار، ودايما بتنافس حتى لو ما خدتش كاس العالم، ولكن من المنتخبات الكبيره في كره اليد. ده بسبب التنظيم. مفيش حاجه بتيجي بالصدفه، مفيش حاجه اسمها ان انا ايه اقعد اجامل في تعيين المدربين، اقعد اجامل في الناس اللي بتمسك الاداره الفنيه في الكره المصريه، وفي الاخر اتوقع ان يحصل انجازات. ده طبعا عبث بيحصل في الكره المصريه، طبعا بسبب هاني ابو ريده اللي ما عندوش اي فكره عن اداره الكره، وماليش دعوه بقى هو عضو تنفيذي في الفيفا، وان شاء الله يكون رئيس الفيفا نفسه، ماليش دعوه، لكن هو فاشل في اداره الكره المصريه. هروح بقى طبعا هو عين ناس مجاملات كتير، والناس بتحاول ان هي تتمصل من المسؤوليه في الفشل اللي حصل بالنسبه لمنتخب الشباب، او اللي بيحصل دايما في اي منتخب. فيجي اسامه نبيه اللي هو المفروض مدرب منتخب الشباب يحط اعذار لنفسه،
وطلع طبعا مع ابراهيم فايق، وانا احيي ابراهيم فايق بصراحه على تحضيره الجيد للقاء، وان هو كان محضر اسئله كويسه لاسامه نبيه، اللي اثبت لي في الحوار ده. يعني انا بص ممكن اكون شاكك، ممكن اقول ان هو يعني اداؤه كان سيء جدا مع منتخب مصر، ولكن لما شفته بقى بيتكلم كمان تاكد لي ان الراجل ده ما عندوش اي فكره عن التدريب، او يعني كمدير فني يصلح ان هو يمسك منتخب زي منتخب مصر. وحتى لو كان منتخب شباب، يعني بتدمر جيل بحاله، بتدمر اجيال طالعه، سواء بقى منتخب شباب منتخب اولمبي. ما منتخب الشباب ده هو هيكون منتخب الكبار في الفتره القريبه. فعشان كده زي ما بقول لك انت بتدمر اجيال. هروح بقى لاسامه نبيه اللي طلع مع ابراهيم فايق، يعني حوار عايز يقول لنا ان هو ملوش اي علاقه بالفشل، وهو ما بيحبش يسميه فشل، بيقول لك عدم توفيق. ما اعرفش عدم توفيق ايه، منتخب مصر لاعب كره سيئه جدا، مش عارف فين عدم التوفيق. ولكن سيبك من اي حاجه قالها وسيبك من اي ردود قالها، انا بس عايز اركز على نقطه معينه هو اتكلم فيها. لما ابراهيم فايق ساله: انت اخدت لعيبه مش في مراكزها، وما خدتش مثلا نفرض في خط الدفاع ما خدش باك يمين وباك شمال، وما خدش لعيبه بتلعب في المراكز دي. فساله عن السبب، قال ان انا كنت باخد لعيبه ممكن اوظفها في كذا مكان في الملعب، ووظفت لعيبه في الباك الشمال والباك اليمين وادوا بشكل كويس. فتخيل لما مدير فني المفروض ان هو يكون عنده خبرات، المفروض ان هو عنده دارس ومؤهل ان هو يكون موجود في البوزيشن ده، يطلع يقول كلمة زي دي. انا المفروض اللاعب لما بيكون ناشئ وشاب احفظه المكان بتاعه. ده اللعيبة اللي في الدوري المصري، اللعيبة الكبيرة اصلا مش حافظة مراكزها، مش حافظة المهام كلها، وبيحصل كوارث في الدوري المصري. وهتلاقي ناس قليلة جدا في الدوري المصري اللي بتعرف الوظائف بتاعت مركزها بشكل سليم. فتخيل بقى إذا كان الكبار نفسهم اللي موجودين دلوقتي ما ينفعش توظفهم في أماكن تانية. يعني أنت لو لعبت مثلا يعني نفرض أي لاعب مثلا عندك في الدفاع، هنقول مثلا ياسر إبراهيم مثلا في الأهلي، أو الونش مثلا في الزمالك، ولعبته مثلا ديفندر، عمره ما هيأديها زي ما بيأدي في المركز بتاعه. دي أول حاجة. فأنت بتتكلم كمان على لعيبة عندها خبرات، ولعيبة بتلعب لعيبة دولية في منتخب مصر. لكن هنيجي بقى للعيبة الشباب اللي انت اصلا مش محفظهم مراكزهم. انا عايز اقول يعني فيهم ناس كتير انصاف مواهب، فتخيل بقى هو بيأدي في مركزه بالعافية، فتيجي انت بقى كمدير فني تفتي وتاخد لعيبة مش في مراكزها وتلعبها وتوظفها في مراكز تانية. يعني بتعمل كارثة، ومش عارف ازاي. يعني مفيش حد اتكلم معاه في النقطة دي، ومفيش حد عاتبه على النقطة دي. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تاخد لعيبة ما عندهاش الخبرات ان هي تبقى جوكر زي ما انت بتقول، ان هي تلعب في مراكز مختلفة، ولعيبة لسه شابة لازم تلعب في مركزها، لازم تبقى حافظة مركزها، لازم تكون بتلعب في المركز بتاعها في النادي بتاعها. اذا الراجل ده يعني ملوش في التدريب نهائي. الراجل ده خرب منتخب مصر، وجاي بيقدم عذر اقبح من ذنب. العذر الاقبح من الذنب ان هو بيقول لك ان انا مسكت المنتخب مش عارف في شهر 3، ما كانش عندي فترة، والكلام ده كله. انت لما مسكت المنتخب انت عارف الكلام ده، ما تجيش بعد ما فشلت تقول لي ان انا مسكت المنتخب في فترة قليلة. يبقى انت كنت جاي تاكل عيش، يبقى انت كنت جاي بس علشان تقبض، ومش فارقة معاك مصلحة مصر، مش فارقة معاك الفشل، ومش فارقة معاك اي حاجة. فما تجيش بعد ما يحصل الكارثة جاي تقول لي ان انا ما كانش عندي الفرصة وما كانش عندي الوقت. اذا كنت ترفض من البداية قبل ما تمسك المنتخب. لكن انت فشلت، انت فاشل. انا في رايي ما تنفعش مدير فني، ولكن العيب مش عليك، العيب على اللي جابك تمسك البوزيشن ده، وهو هاني ابو ريده اللي مدمر الكره المصريه، اللي هيدمر الكره المصريه زياده. وما تستناش نجاح في كاس العالم لمنتخب مصر طول ما المنظومه ماشيه باداره هاني ابو ريده، لان الراجل ده انا بصراحه مش يعني هسكت عن الاداء اللي هو بيعمله
في الكرة المصرية. الكوارث اللي بيعملها في الكرة المصرية بصراحة مودية منتخب مصر والكرة المصرية في داهية. فأتمنى إن يحصل تغيير جذري الفترة اللي جاية. أتمنى إن يحصل تدخل من كل المنظومة الرياضية كلها علشان يحصل تطوير، سواء بقى في الأندية، في المنتخبات، في المدربين. المدربين يا جماعة يعني مدربين جوه مصر، في مدربين كتير غير مؤهلين ماسكين جوه الدوري المصري ومعهمش أصلا رخص تدريبية. ف يعني دي حاجة طبعا احنا بنبارك لمنتخب المغرب اللي حصل على كأس العالم للشباب، شرف الكرة العربية. وأتمنى إن منتخب مصر واتحاد الكرة المصري يبقى عنده غيرة، يبقى عنده دم، يغير، يحس على، يعني يحس على نفسه كده ويحس على دمه، إن يشوف منتخب المغرب بيوصل للمنصات العالمية. وأنت عندك محمد صلاح من احسن لعيبه العالم، عندك دلوقتي مع عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي، عندك لعيبه قويه. وفي نفس الوقت انت مودي الكره المصريه بسبب التنظيم في 60 داهيه. فاتمنى ان يحصل بقى تغيير شامل، لكن انا مش متفائل بصراحه طول ما الناس دي موجوده في منظومه او منظومه الرياضه في مصر. ويعني حدث ولا حرج بقى على كل الالعاب التانية، تنس طاوله في فضايح، لعيبه مش عايزه تلعب الماتش، مش عارف الكره إيه، يعني اي حاجه، اي لعبه لعيبه بتتجنس. وزير الرياضه طلع بيقول لك هيحصل عقوبات على موضوع التجنيس واللعيبه اللي بتتجنس. بدل ما تقول ان احنا هنحتوي اللعيبه اللي بتروح وتتجنس بره، ان احنا هنصلح الغلطه اللي احنا بنعملها في حق اللعيبه الاولمبيين اللي ممكن يحققوا ميداليات ودلوقتي بيلعبوا باسماء دول تانية. انا معلش يعني ممكن الواحد يكون عصبي النهارده متنرفز، لان بصراحه لازم اي مصري يبقى عنده غيره على لما يشوف النجاحات للكره المغربيه ويشوف الحال اللي وصل له المنتخب المصري على ايدين يعني اللي بيديروا الكرة في مصر. وللأسف إن إحنا دلوقتي حسسنا الناس كلها إن التأهل لكأس العالم ده هو الإنجاز، بالرغم إن الأعداد زادت كتير جدا. منتخبات بتتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها زي الأردن والراس الأخضر، يعني منتخبات كتيرة حدث ولا حرج. هتلاقي منتخبات أصلا ملهاش في الكورة موجودة في كأس العالم. ولكن للأسف الناس دي يعني قللت من طموح الشعب المصري. إن شاء الله الحلقات الجاية هنقول لكم كل الأخبار والكواليس اللي موجودة جوه النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز، لأن عندنا أخبار كتيرة. ولكن النهاردة كنت عايز أركز على النقطة دي، خصوصا بعد فوز المغرب بكأس العالم للشباب. استنونا في حلقة جديدة، الكرة معاك.